السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم اقتراح الكوتي بدون عجن او دلك. مكونات جد اقتصادية متوفرة في كل بيت. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وما تنساوش ديروا لايك الفيديو تعليق باش تشجعوني. وإلا كنتوا اول مرة تزوروا القناة مرحبا بكم تشتركوا وفعلوا جرس التنبيهات باش يوصلكم كل جديد. وما نطولش عليكم ندوزو مباشرة للمقادير وطريقة التحضير. ونبداو على بركة الله. خديت اناء ندير فيه حبة بيض كاملة تكون بحرارة الغرفة. عندي هنا كيس سكر بشركة الفانيلا مع رشة ديال الملح، كاس إلا ربع سكر سنيدة حبيبات. ناخد الطرابية وغادي نخلط مزيان حتى كتذوب ليا سنيدة، وغادي نزيد نضيف نصف كاس ديال زيت المائدة ونكمل في التحريك مزيان حتى كينسجم ليا الزيت مع البيض. وهنا غادي نزيد كاس ديال ياغورت بنكهة الفانيلا، ممكن تستعملوا اي نكهة كتفضلوها. وغادي نزيد نضيف كاس ديال الحليب، ودائما قياس ديال كاس واحد كنعبرو بالمقادير الكامله، او ممكن تستعملوا كاس ديال العنبه الا كان متوفر عندكم. الا ما كان متوفر ديروا كاس واحد وعبروا به المقادير كامله. وغادي نستمر في التحريك مزيان حتى تنسجم المكونات مع بعضياتها. ودابا غادي نبدا باضافه السميده ديال الحرشه الصفراء اولا ديال البسبوسه. غادي نضيف الاول كؤوس دفعه واحده مع كيس ونصف ديال خميره الحلويات من فئه 7 غرام. غادي نضيف غير كيس ونص، الا كان عندكم المول مرتفع ديروا 2 اكياس. ودابا غادي نخلط مزيان بهذه الطريقه حتى كتدخل لي السميده في الخليط. هنا كان باقي خاصني السميده، غنزيد واحد نصف كاس. القوام ديالها ما كيكونش ثقيل، يكون بحال قوام الكيكه. كيف ما كتلاحظوا معايا القوام ديالها كيكون خفيف. وهنا خديت مول دائري دهنته بالزبده ورشيته بالسميده الصفراء او الفينو. غادي نفرغ فيه الخليط كامل. ممكن تستعملوا اي متوفر عندكم مربع او لا دائري. والا كان عندكم المول مرتفع ديروا 2 اكياس ديال خميره الحلويات ماشي غير كيس ونص. ودابا غادي نخليها حتى تشرب ليا السوائل مزيان واحد 5 دقائق حتى 6 دقائق ونرجع معكم. هنا من بعد ما شربت لي السوائل مزيان غادي نزيد عليها واحد اضافه من الفوق اللي هي كريم باتيسير. خديت كاس ديال الحليب مع 2 معالق كبار ديال السكر سنيده مع معلقه كبيره ديال الكريم باتيسير. خليتهم في البوطه حتى عقدوا مزيان وخليت حتى تبرد. وغادي نخدم بها دابا واحد الشكل اللي غنديرو على شكل ورده. في الاول غادي ندير دائره في الوسط بهذا الشكل هذا، من بعد غنبقى نشكل خطوط اللي تكون مايله واحد شويه بهذه الطريقه. هاد الطريقه اللي كتعطي شكل زوين ومنظر للوصفه ديالنا. الا ما كانش متوفر عندكم كريم باتيسير ممكن تعوضوها بكاس ديال الحليب مع 2 معالق كبار ديال السكر السنيده ومع معلقه كبيره ديال النشا او مايزينا وكيس ديال سكر فانيلا و2 بيضات. وكتخدم في الخبز حتى كيعقادو وكتخليها تبرد وكتخدموا بها عادي حتى هي كتجي زوينه. كنبقاو مصبرين في هذه الطريقه هذه حتى كنكملها كيف ما كتلاحظوا معايا. ودابا غندخلها في اللي يكون سخون مزيان على النار اللي تكون متوسطه حتى تشوفوها تحمرت من الجناب عاد هبطوها حمراء من الوجه ديالها. ما كتاخذ بزاف ديال الوقت، واحد 20 دقيقه حتى ل 25 دقيقه. ودابا من بعد ما تحمرت وخدات هذا اللون الذهبي غنوجو للتزيين ديالها. والتزيين كيبقى اختياري، زينوا داكشي متوفر عندكم في الدار. انا غادي ندهنها بشويه ديال المربى او العسل اللي متوفر عندكم.
وإلا كان عندكم حتى نباش دهنوه بها. غادي ندهنها مزيان بهاد الطريقه، وغادي نزيد عندي هنا كاوكاو محمر ومهرمش والكوك اللي غادي نزيدو في التزيين كذلك. ودابا نني بالكوكو والكاكاو بونكاسيف داك المثلثات بهاد الطريقه كيف ما كتلاحظوا معايا. وكيف ما قلت لكم التزيين كيبقى اختياري، داكشي متوفر عندكم في الدار. وهنا خديت داك الكريمه اللي كتبقات لي، غنجي نعمر بها داك الحفر اللي كون ديال الكريمه بهاد الطريقه. وهذا هو الشكل النهائي ديالها، كتجي زوينه بزاف، خفيفه وهشيشه، والمذاق ديالها خطير بزاف. غادي نقطع معكم تشوفوا كيفاش كتجي معايا من الداخل. كيف ما كتلاحظوا معايا كتجي زوينه بزاف وهشيشه. غير حضروها ما غاديش تندموا، اكيد غادي تنجح معكم من اول تجربه، وبمقادير اللي بسيطه ممكن تحضروا في الكوتي او الفطور. الا عجبتكم وصفه اليوم ما تنساوش ديروا لايك للفيديو وتعليق باش تشجعوني، وشكرا على المتابعه. الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.